البنت طلع عليها الجن، كلمها من مراية. أيوة يا صاحبي، من المراية، وكانت بتحلف قدام أهلها، قدام كل الناس، إن في كائن بيظهر لها كل يوم بيقول اسمها وبيطلب منها حاجات، وهي كانت مصدقة وجسمها بيرتعش من الخوف. ناس صدقتها وناس قالت عليها مجنونة، بس السؤال الحقيقي اللي بيبدأ من هنا: هل فعلا في ناس شافت الجن ولا ده كله وهم؟ طب العلم بيقول ايه؟ والدين؟ ولو في كائنات تانية حوالينا، ليه مش كلنا بنشوفهم؟ ولو في ناس بتتواصل معاهم، هل ده ممكن فعلا ولا خرافة؟ لو كل الأسئلة دي بتلف في دماغك، شد الكرسي، ريح ظهرك، حضر نفسك لحكاية النهاردة، وأهلا بيك في عالم هاروت. يا مساء الغموض والقلق والترقب. لو انت جديد في قناة هاروت اكس، دوس اشتراك وفعل الجرس، عشان كل اللي جاي هيفتح لك أبواب عمرها ما اتفتحت، أبواب بين عالمنا وعوالم تانية مش من لحم ودم. النهاردة معانا سؤال بسيط في شكله، لكن إجابته تفتح أبواب مرعبة. إحنا ليه مش بنشوف الجن؟ ولو في ناس شافوهم، إزاي شافوهم؟ وإيه اللي قالته الديانات التلاتة عن وجودهم؟ هل فعلا في كائنات حوالينا وإحنا مش شايفينهم؟ ولا كله أوهام وخرافات؟ تحذير مهم من قناة هاروت اكس: إحنا في قناة هاروت نروقش بأي شكل من الأشكال لفكرة إن الناس تحاول تتواصل مع الجن أو تسعى إنها تشوفهم أو تدخل في طريق ملوش رجعة. كل القصص اللي قلناها مبنية على روايات ناس وتجارب شخصية أو دينية، لكن مش بالضرورة تمثل رأينا أو موقفنا كقناة. وكمان بنحذر جدا من التعامل مع الدجالين أو بيحققوا أحلام الناس بالسحر أو الخرافات. كل ده نصب واحتيال وخداع للناس البسيطة، وبيؤدي لمشاكل نفسية وروحية خطيرة. لو عندك مشكلة، روح لطبيب نفسي أو حد أهل للثقة، لكن ما تمشيش ورا الوهم، لأن الوهم لما يتمكن من عقلك بيضيعك. خليك دايما واعي، وافتكر لو الساحر يقدر ينفع حد كان نفع نفسه. يلا نبدأ. وبتبدأ القصة معانا النهاردة عن الجن. العين مش دايما بتشوف كل حاجة. انت دلوقتي سامعني وشايف اللي حواليك، بس تعالى مركز شوية. العين البشرية بتشوف جزء صغير جدا من الطيف الكهرومغناطيسي، يعني في موجات حوالينا احنا مش شايفينها، زي الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، واللي بيتقال إن الجن والكائنات الغير مرئية بتعيش فيها. يعني لو الكائن ده شغال على موجة تانية، انت ببساطة مش هتشوفه. العلم بيقول إن في كائنات في الطبيعة بتقدر تشوف ترددات القطط مثلا، وتشوف حاجات احنا مش بنلاحظها. وساعات تبص في حتة فاضية، هو بيخرف ولا شايف حاجة؟ كان يا مكان، في زمن مش زينا، في زمن السحر، في كان جزء من الحياة، والناس ما كانوش بيخافوا من الجن، كانوا بيكلموهم. أيوة يا عزيزي، أنا بتكلم عن حضارات قديمة زي بابل وسومر ومصر القديمة. حضارات كان فيها كهان وسحرة وناس بتسجل لقاءاتهم مع كائنات مش من عالمنا. وبمناسبة بابل، أحب أرحب بصديقتي البابلية اللي بتسمعنا دلوقتي. نكمل. في العراق القديم، في لوح طيني متسجل عليه طقوس استحضار الآلهة السفلى، بس اللي فسرها بيقول إنهم مش آلهة، دول كيانات من عالم تاني أشبه بالجن اللي احنا نعرفه دلوقتي. وفي مصر كان في كهنة بيقسموا الكيانات لخير وشر،
وكانوا بيستخدموا رموز معقدة علشان يمنعوا دخول القوى الخفية للمقابر. يعني هم كانوا عارفين إن في حاجة حوالينا وبيحاولوا يتعاملوا معاها. فيا صديقي، هل معنى كده إن زمان كان في ناس بتشوف الجن؟ الإجابة أيوة. لكن ليه إحنا النهاردة مش بنشوفهم؟ هل المشكلة في عينينا؟ ولا إحنا بقينا محكومين بعالم مادي ضيق؟ هم لسه حوالينا بس مش عاوزين يتشافوا. هنا تيجي نظرية مرعبة. في كلام بيقول إن الجن زودوا حذرهم بعد انتشار الديانات السماوية، وإنهم بقوا بيظهروا لأشخاص معينين بس اللي ليهم قابلية أو تردد مختلف. وياما ناس قالوا إنهم شافوا كائنات واعتبرناهم مجانين. وركز معايا يا كاريزما، الدجالين. بقى سؤال مهم جدا بيدور في عقلك دلوقتي: هو الدجال فعلا بيتواصل مع الجن؟ الإجابة مرعبة. بيتواصل، بس مش زي ما انت متخيل. الدجال مش بيكلم الجن كأنهم أصحابه، هو بيقدم طقوس وبيعمل طاعة للطرف التاني. وأيوة، الطاعة دي ساعات بتوصل لتدنيس المصحف أو تقديم دم أو أفعال قذرة جدا مقابل إن الكيان ده يخدمه. بس في مفاجأة: الشيطان مش كريم. الشيطان مش هيحقق له اللي بيتمناه ببلاش. هو بياخد دم وحياة ناس وبعدين يدي شوية فتات. والأهم، لازم الضحية الجديدة تبقى زبون، يعني تدفع وتتعلق بالأمل. علشان كده تلاقي الدجال دايما بيقولك ارجع لي بكرة، أو الموضوع محتاج كذا وكذا. هما بيشتغلوا على الطمع والخوف واليأس، ودي مش معجزات، دي خدع من عالم الظلام. طيب يا عزيزي، خليني أخدك في قصة من الماضي، قصة قديمة جدا. الزمان ما بين 3000 و2000 قبل الميلاد. المكان وادي الرافدين، بابل. في رقيم أثري مترجم مكتوب عن الكاهنة إنانا، وكانت بتقول إنها كل ليلة بيجيلها روح النار وبيوعدها بالخلود وبالسلطة، بشرط بسيط: إنها تكتب اسمه على معبد الإله وتستبدل تمثال الإله بواحد تاني شكله ملوش ملامح ووشه مقلوب. الكهنة عملت كده، وبعدها حصلت مجاعة في المدينة، والأغرب إن الكهنة اختفت من غير أثر، وتم نفي اسمها من كل سجلات المعابد. الناس وقتها قالوا إنها اتمسحت من الوجود، واللي فسروا الرقيم قالوا الكيان ده مش من عالمنا، دي مش أسطورة، دي تحذير. يلا بينا نرجع لعالمنا الحديث وننزل للمغرب ونعيش مع القصة اللي هتخلي قلبك يدق جامد. جميلة بنت عندها 32 سنة، ساكنة في حي قديم في مدينة تطوان شمال المغرب. ست بسيطة بتشتغل خياطة، وما عندهاش مشاكل نفسية ولا كانت مصدقة في الجن والكلام ده. من سوق الجمعة كانت عاجبها شكلها، محفور عليها كتابات بالعربي الغريب وحروف مش مفهومة. حطتها في أوضتها، وكل ليلة تبدأ تحس إن في حد بيبص عليها من المراية. مرة شافت خيال، مرة شافت عين، ومرة شافت نفسها بتضحك وهي مش بتضحك. بدأت تحس إنها بتتغير، ما بقتش تنام، وبقت تتكلم بصوت مش صوتها وتقول حاجات مش فاهمة معناها. أهلها خدوها على طبيب نفسي في الرباط. الدكتور قال إنها بتعاني من انفصام لحظي مصاحب بهلاوس سمعية وبصرية. بس الممرضة كانت ليها رأي تاني. قالت للدكتور: أنا شفت وشها بيتبدل قدامي، أنا مش بكدب الدكتور. كانت بتقولي ما تبصيش كتير، هم شايفينك. العيلة جابت رائن شرعي، قرأ أول آية. جميلة صرخت وقالت: المرآة دي بوابة،
ما كانش المفروض تتفتح، وقامت من مكانها جريت على المراية وحاولت تكسرها، بس المراية ما اتكسرتش ولا حتى خدشت. الشيخ قال جملة: دي مش مراية، دي ختم معمول بمواد مش من عالمنا، ولازم تدفن في مكان مفهوش بشر، وقطعت علاقتها بأي حاجة ليها علاقة بالمرآة. بس السؤال اللي لسه ملوش إجابة، هو فعلا الكيان ده خرج ولا لسه جوه وبيستنى حد تاني يشتريه؟ ركز معايا، كاريزما اللي بنعيشه حوالينا مش دايما هو كل حاجة. في حاجات بتحصل في الضلمة، في كيانات ماشية جنبنا بس احنا مش شايفينها، ولما بيختارونا بيبانوا. والأسئلة اللي في دماغك زي: هل فعلا في ناس بيشوفوا الجن؟ هل الحاسة السادسة دي حقيقية؟ وهل ممكن احنا كمان نشوفهم؟ كلها أسئلة ملهاش إجابة واضحة، بس اللي نقدر نأكد عليه إن عالم الجن مش خرافة، هو واقع، بس مش الكل مستعد يشوفه. كل اللي سمعته ده مش دعوة إنك تجرب تشوف ولا تستحضر ولا تفتح الأبواب دي. إحنا بنحذرك، لأن كل باب بيتفتح ليه تمن، والتمن أحيانا بيكون روحك أو عقلك أو أقرب ناس ليك. والدجالين ما هماش غير فلوسك، ولو فتحت لهم الباب ممكن ما تعرفش تقفله تاني. انت سمعت كل اللي فات عن الجن والرعب والناس اللي بيقولوا إنهم شافوا حاجات وسمعوا أصوات، بس على النقيض التام في ناس تانية مش بس بتشكك، والله يا صديقي، في ناس بتقولك كل اللي بتسمعوه عن السحر والجن واللبس والكلام ده خرافات. بيقولك إن الجن حتى الكافر منه دوره الوحيد هو الوسوسة بس كده، ولا هيظهر لك ولا هيحقق لك أمنياتك ولا هينط من المراية زي ما بيتقال في القصص. وبيستشهدوا بكلام أهل العلم اللي قالوا إن التواصل بين البشر والجن بالشكل اللي الناس بتتكلم عنه شبه مستحيل ومفيش عليه دليل ملموس. بيستشهدوا كمان بسيدنا سليمان عليه السلام اللي كان عنده القدرة الفريدة على تسخير الجن. بس اللحظة الأهم هنا إن دي ما كانتش قدرة شخصية، دي كانت هبة من ربنا، مش سحر ولا استحضار ولا تواصل مع العالم الآخر زي ما بيتقال في فيديوهات الرعب. وكان واضح في القرآن: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب فسخرنا له الريح تجري بأمره ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. دي مش حاجة تتكرر يا عزيزي، دي ما كانتش للكل، دي كانت منحة ربانية خاصة ومش هتتكرر. فكر معايا، لو في فعلا بني آدم قادر يتواصل مع الجن ويخليهم يحققوا له كل اللي عايزه، ده حرفيا يحكم العالم يا صديقي. والله يبقى ملياردير ويتحكم في الاقتصاد والسياسة والناس، أو طير الدولار، أو كسب كل القضايا. فين اللي بقى خالد أو شاب للأبد؟ فين اللي الجن خلى مراته ترجع له أو فلوسه تتضاعف؟ ولا حاجة من دي حصلت، لأن كل دي أوهام وألاعيب. ركز معايا بقى يا عزيزي في النقطة دي، الجن فعلا موجود، ده معترف بيه في الإسلام والمسيحية واليهودية، لكن مش مخلوق علشانك أو علشان يخدمك، هو مخلوق زيه زي أي مخلوق تاني في الكون، له عالمه وله قوانينه. انت مش سيدهم ولا هم عندك في الخدمة، ده وهم كبير بيضحك بيه الدجالين على الناس. طيب والناس اللي بتتكلم بأصوات تانية واللي بيصرخوا وبيقولوا فيهم جن؟ هنا يدخل علم النفس بكل قوته. بيقولك إن الحالات دي اسمها في الطب اضطرابات انفصامية أو هلاوس أو خلق حيل دفاعية. يعني إيه؟ يعني العقل البشري لما بيتعرض لصدمات أو ضغط نفسي شديد بيخلق وسيلة دفاع علشان يهرب من الواقع.
زي واحد بيتكلم بصوت غريب أو بيتهيأ له إنه شايف كيان، لكن كل ده جواه هو. أيوة يا صديقي، اسمها كده في علم النفس ميكانيزمات دفاعية، زي الديسوسييشن، زي بروجيكشن، زي هالوسينيشنز، وحالات كتير الطب شرحها وفسرها ودرسها سنين. يعني ما تخليش حد يضحك عليك ويقولك ده معمولك عمل، وهو أصلاً عنده اضطراب نفسي بسيط ممكن يتعالج بجلسات علاج سلوكي. وطبعاً مش بننكر إن في حاجات في الحياة ملهاش تفسير لحد النهاردة، بس ده مش معناه إن كل حاجة غريبة تبقى جن أو سحر. يعني مش كل لما النور فصل أو حلمت بكابوس أو حسيت بحاجة يبقى أنت اتحسدت أو اتلبست. في أسباب علمية، في عقل، وفي علم قال كلمته. وفي الآخر يا كاريزما، احنا في قناة هاروت اكس عرضنا لك النقطتين: ناس شافت وسمعت واتكلمت عن كيانات غامضة ومرعبة، وناس قالت إن كل ده أوهام نفسية وعلم النفس حطله تفسير. والقرار دلوقتي عندك، صدق اللي يريحك، بس خليك دايما فاهم وما تخليش حد يستغلك بالخرافة ولا يضحك عليك بالخوف. لو شايف إننا قدمنا لك حاجة تستاهل وحبيت الطريقة اللي بنحكي بيها، اشترك في قناة هاروت اكس واضغط شير للصحاب. وما تنساش يا كاريزما، العالم مليان ألغاز، بس الحقيقة دايما مش زي ما بتحاول تشوفها. الحقيقة ساعات بتكون أوهام بتلمع. ما تنساش تدعم القناة بلايك وكومنت وشير مع أصحابك على الواتس. دعمكم بيقوينا، بيخلينا نستمر. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو، عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.